السلام عليكم أصدقائي الغالين، تحياتي لكم وين ما تكونون. أخواني وأخواتي، احترامي وتقديري لكم، وأتمنى منكم تسمعوني في هذا الفيديو وتشاهدوني، وأرجو أن ما تتحسسون من كلامي، لأن اللي راح أقوله قد يجوز البعض راح يتحسس من الكلامي وراح يزعل علي، لكن أنا مع ذلك حتى لو زعلتوا علي، حتى لو شتمتوني، أنا أبقى أحبكم وأحترمكم وأحترم آرائكم، وكلكم أنتوا عراقيين من نيوبية، وأني عندي ذرة من تراب العراق تسوى الدنيا. فعاد إنه مواطن عراقي، فمواطن عراقي أنا أحطه بهاي عيوني وما أبخل عليه بكل شيء. وجربوني كل المشتركين في عراق ايدل، جربوني وشافوا التعامل وياهم، الكل طلعوا يشكرون مني، يقولوا لي انت ما قصرت ويانا وكنت تعاملنا مثل اخوانك، وكنت يعني حريص علينا اكثر ما تحرص على روحك. بس اكو قساوة بدرت منكم، يعني من الجمهور، خلينا نقول مو الكل، يعني حتى ليش نظلم احنا. قساوة بحق سيف نبيل، وبحق رحمة رياض، وحتى حاتم العراقي اكو البعض قسوا عليه. على العموم خلينا نحكي على سيف نبيل ورحمة رياض. اول شيء، هدف البرنامج هذا شنو؟ انا قعدت مع ادارة الMBC وحكوا لي، قالوا لي احنا هدف هذا البرنامج انه نسلط الضوء على كل الوان الغناء العراقي من الشمال الى الجنوب، المقام العراقي، الاغنية الريفية، الاغنية البغدادية، الأغنية الكردية، الأغنية المصلاوية، الأغنية البصراوية، يعني الكل يعني احنا جبنا من كل المحافظات واشتغلنا عليهم. زين، هذول الناس يريدون يظهروهم بصورة كبيرة، يطلعوهم للوطن العربي. زين، سؤال، هسه اذا طلعوهم للوطن العربي وجابوا لجنة ما معروفين بالوطن العربي، بهاي الحالة راح ينسمعون؟ مستحيل. ليش ما ينسمعون؟ لأنه المشاهد العربي يريد يشوف وجه يعرفه على مود يقعد يتابع البرنامج، ما راح يتابع إذا تجيبون الأسماء اللي ذكرتوها أنتم، كلهم نجوم وكبار على رأسنا لكن محليين. إذا جابوهم راح البرنامج ما يشاهد، وإحنا هدفنا أنه الناس تشاهد البرنامج حتى يشوفون شنو من أصوات عندنا بالعراق عظيمة، وشنو هذا العراق العظيم اللي دي يعني بي هيك طاقات كبيرة. هذا الهدف من البرنامج. هسه اكو ناس تقول لك والله الهدف تجاري، والهدف اكيد اكو هدف تجاري بالموضوع، لكن هم من جابوا سيف نبيل ورحمة رياض لانه نجوم عرب والشارع العربي يحبهم. اوكي، هاي وحدة. ثاني شيء، اكو بعض الاسماء ذكرتوها انتو هم رفضوا، اللي عنده شغل التزام ما قدر اعتذر، واللي رفض يعني شو نسوي احنا؟ اكو اسماء انتو قايليها تذكروها بالسوشيال ميديا، والله خابروهم واعتذروا، عندهم التزامات. ومن ضمن اللي خابروهم علي صابر، الملحن علي صابر، وكانوا كلش حابين يكون علي صابر موجود. حتى اللجنة الفنان حاتم العراقي قال على هو يكون علي صابر ويانا، لكن هو الرجل رفض، قال انا ما اقدر، عندي التزام وعندي ظروف خاصه ما اقدر هسه حاليا، يعني لو البرنامج بوقت اخر كان جيت، وهاي الشغله يعني خصوصياته، يعني هو حر. زين، فلا تسرعون بالحكم، لا تسرعون رجاء. يبقون رحمة رياض وسيف نبيل هم عراقيين، هم عراقيين.